أعزائي متابعيني أهلا بيكم. النهاردة أنا مع حضراتكم وهتكلم بكل جراءة. أنا امبارح لقيت بوست نازل على السوشيال ميديا وبيقول ترشح أحمد أبو هشيم. طب إيه، نوافق ولا نرفض؟ حضراتكم شايفين إيه؟ أنا شخصيا اللي أنا شايفه، أنا الراجل ده معرفوش ولا قابلته ولا مرة، ولا كنت متوقع إن يهمني ان هو يترشح او ما يترشحش. بس في الحقيقه خلال معرفت عنه من خلال السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، راجل جدع، راجل شهم، راجل بيبذل كل جهده علشان يخدم كل اللي حواليه. عايز اقول لكم كمان انه بشوف وانا في لقاءات كتير بيطلع بيقول للشباب اجتهدوا واشتغلوا، وانا ابتديت من الصفر وانا كنت بصحى بدري. راجل جميل، راجل جميل. علشان كده انا بؤيد وارشح ومستعد ان انا اكون معاك خطوة بخطوة لغاية لما توصل لكرسي مجلس الشيوخ، وبعد كده ان شاء الله لمراكز اعلى واعلى. لان انت من قبل ترشحك وانت بتخدم الناس، تخيل بقى في المناصب او في ترشحك لمجلس الشيوخ، اعتقد الخدمة هتزيد، واعتقد ان انت راجل تستاهل ان احنا كلنا نكون جنبك ونشجعك ونؤيدك ونرشحك. انا بؤيد وارشح احمد ابو هشيمة لمنصب او لمقعد مجلس الشيوخ. تحياتي له بالتوفيق، واللهم ولي من يصلح. تحياتي أشرف شندي الشهير فنان الرحاب.